المجتمع تنويرا حقيقيا وشاملا إلا بتنويرنا طبيعة المرأة تنويرا حقيقيا وشاملا. إن توضيح وضع المرأة من تاريخ الاحتلال إلى تاريخ العديد من القضايا الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية سيساهم مساهمة كبيرة في توضيح جميع قضايا التاريخ الأخرى وجميع النواحي الاجتماعية. بالطبع توضيح وضع المرأة هو جانب من هذه المشكلة. هذا الشاطئ دسر كرنا بتندي وخن الجاندن أجو وحسن أزازي دردخينا بيش بيها بناصر دسلي وهجمونيا بتيجيلي عدا توري باص وبيقالنا بني نبيقانا جبقى أرد السيدة جمالبات تسبيلك وبلاغي ضماني شاني زدني وتركيري جهاتي دبا. ليش عطينا أهمية لهي الندوة وموضوع الندوة الأساسية المرأة والحماية؟ طبعا أول محور لنا مفهوم المرأة والحماية. رح نتعرف مع بعضنا على مفهوم المرأة والحماية. بعدين المحور الثاني هدف الحركة من تشكيل قوات خاص للمرأة. طبعا نبلش بمحورنا الأول المرأة والحماية، الواقع والتحديات وسبل التعزيز. تأتي هذه الندوة في ظل تزايد الاهتمام بقضايا المرأة وضرورة توفير الحماية الشاملة لها بوصفها حقا إنسانيا وأساسا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستمرة. وتسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الواقع، هي حماية للهوية، حماية للإرادة، حماية الفكر، حماية الجسد من العنف الذكوري. لذلك إن قوة المرأة هي أداة لحماية الذاتية والوعي الذاتي. كسر الذهنية الذكورية داخل المجتمع. تشكيل قوات خاصة للمرأة يهدف إلى تفكيك فكرة إن الرجل هو الحامي الوحيد. كسر التبعية للسلطة الذكورية. بناء شخصية المرأة المستقلة والمنظمة. لهذا إن مشاركة المرأة ضمن قوات مختلطة فقط قد تعيد إنتاج الهيمنة الذكورية. لذا شدد القائد على تنظيم مستقل للمرأة. نحن اليوم صح بحاجة إلى دروع أمنية، يعني كمرأة كحقوقية بحاجة إلى دروع أمنية وبحاجة إلى إجراءات قانونية، ولكن نحن بحاجة إلى حق أساسي للمرأة. حقوق المرأة يعني حماية المرأة تكون بقانون من خط عريض يعني، وأي مؤسسة كانت لازم يكون لها نظام داخلي، من ضمن هذا النظام الداخلي يكون لها حق واضح لا نقاش فيه. البرنامج كالتالي: أخذ فكر وفلسفة القائد ومرحلة السلام كفكرة أساسية لحماية المرأة من جميع النواحي سواء كانت نفسية سياسية وعسكرية. إعطاء محاضرات وتنظيم ندوات للمرأة في جميع القرى والبلدات لتعرف المرأة كيف تحمي نفسها من جميع أساليب الحرب الخاصة الممارسة ضد المرأة. تنظيم وتوعية المرأة ضمن الكومينات. اتحاد المرأة الشابة مؤتمر ستار.